بينما تترقب الضمائر الحية حقبة جديدة للشرق الأوسط، اجتمع قادة العالم في واشنطن تحت راية مجلس السلام الدولي في مشهد تاريخي تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية، وتتجه فيه الأنظار نحو المملكة المغربية كشريك استراتيجي لا غنى عنه في صياغة مستقبل المنطقة. المفاجأة التي هزت أروقة الاجتماع تمثلت في الدور المحوري لأسود الأطلس، حيث أعلن المغرب عن استعداده لنشر وحدات من القوات المسلحة الملكية لتأمين المناطق الحيوية وضمان استقرار قطاع غزة، تزامناً مع إرسال نخبة أمنية مغربية مشهود لها عالمياً لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية هناك ونشر قيم الاعتدال والتسامح. وتتجسد الروح الإنسانية المغربية في إقامة مستشفى ميداني عسكري ضخم يكون منارة للأمل ومركزاً للرعاية الطبية الفائقة بقلب القطاع. أما في معركة البناء، فيبرز المغرب كمهندس رائد لإعادة الإعمار، مسخراً خبراته التقنية والهندسية لترميم البنية التحتية المنكوبة، تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال وكالة بيت مال القدس لتشييد المدارس والمجمعات السكنية التي تليق بكرامة الإنسان. إن المغرب في هذا المحفل العالمي ليس مجرد مشارك، بل هو صمام الأمان والوسيط الموثوق الذي يمتلك مفاتيح الحلول بفضل دبلوماسية الرزينة ومصداقية الدولية. إنها لحظة الانطلاقة الحقيقية، حيث يبرهن المغرب للعالم أجمع أن شعار الله الوطن الملك هو نبض للسلام الكوني، وأن السواعد المغربية التي تشيد في الداخل هي ذاتها التي تصنع مجد غزة الجديد وتكتب تاريخاً من الفخر للأجيال القادمة.